عودا حميدا زي ما بيقولوا ايوه عودا حميدا ان شاء الله. لمسجد وفرحة مسجد عقلة. الأول نطلع مع الشيخ محمد يقول لكم ويعرفكم بنفسه الأول. أهلا وسهلا. الاسم محمد سعد نصار، من اهالي عجلة الجبلية، مركز سيدي سالم، محافظة كفر الشيخ. المسؤول، مش عايز اقول الاول، عن بناء هذا المسجد. ما شاء الله. ما شاء الله. حاجة جميلة جدا إن أنتوا تقفوا مع بعض كأهالي وتعملوا الصرح الجميل ده وتوهبوه للأوائل. الحمد لله، بفضل الله وفضل تعاون اهل البلد واهل المنطقة اللي احنا عايشين فيها. وعندي مثالين عايز اقولهم لحضرتك. حريم ستات، ست منهم باعت جراتين ارض وادتني انا فلوسهم. ما شاء الله. بجراتين ارض، مش قالت ما تقولش على اسمي. ست تانية لا تملك الا قوت يومها، كانت كل يوم بتيجي تسال انا عايز اجيب اكل. ما شاء الله. شوفوا الاكل الدور عليا امتى. وجابت فعلا اكل. يعني اول امبارح جايه بتقول لي يابا الحاج، قلت لها نعم. قالت انتوا هتعملوا اكل للناس الضيوف اللي جايه؟ اعمل اكل؟ قلت لها يا ستي جزاك الله خير. حتى الناس اللي هم ساعدونا في بناء المسجد سالوا عليهم، نما الى علمهم وموقف هذه الست، سالوا عليه بامانه. اعطوني انا مبلغ من المال حطيته في جيبي وما شفتوش والله لحد ساعتنا ما اعرف هو كام. لما جم عند المسجد فبيسالونه هي الست فين؟ قلت لهم الست جارتنا اهي. طلعت المبلغ من جيب اديته في ايده، ما اعرفش هو كام. وراحوا عندها البيت 3 سعوديين شكروها على العمل اللي هي عملته. بامانه ما فيش حد عندنا في المنطقه سواء بالكلمه بالمال بالمساعده. ست ارمله تجارة مع ربنا بقى. تجاره مع ربنا. ست ارمله فوجئنا ان هي جايبه 3 شكاير اسمنت. بتسوق توك توك، بتسوق توك توك، جابت 3 شكاير اسمنت حطيتهم في جور المسجد. هذه امثله للنساء، ما بالك بالرجال والاطفال. الاطفال اللي انت كنت شايفهم مالين المسجد دول، أيوة. اللي كان بيشيل طوب وكان يشيل اسمنت وكان يجوا يسالوا يابا الحاج احنا هنعملوا ايه. لحد امبارح كانوا بيكنسوا في المسجد، النهارده الصبح بينظفوا، ما حدش قصر. كل الناس بامانه، كل اللي كان طايل عمل، اللي ما ساعدناش بالفلوس ساعدنا بالكلمه، ساعدنا. تعالى عايزين حطيته مقطوره رمل تلاقي الناس ملمومه. كانت مقطوره الرمل تيجي ما نلاقوش ولا واحد حوالين الجامع. ازاي الناس دي بتتجمع في ثواني؟ ما بتاخدش المقطوره 10 دقايق محمله 8 طن 10 طن. احنا اشتغلنا حب في ربنا، حب في ربنا والناس حب في العمل الخير وحسن التعاون. حسن الطلب بيؤدي الى حسن الاستماع زي ما بقول. يعني انا لما اطلب منك حاجه بطريقه لطيفه انت هتيجي معايا، انما لما اطلبك بالغصب او بالعنف انت هترفضني مهما كنت، لو انا ملاك من السماء. الناس بحسن معاملتنا معاهم ساعدونا ومدونا يد الخير. الجهات الرسميه والحكوميه بامانه. انا قلت لحضرتك المسجد ده احنا بدانا في انشاء، والورق معايا هو بيثبت الكلام اللي انا بقوله. بدانا في اجراءاته شهر 2 2022. بدانا في بناء المسجد 1/3/2023، يعني شهر 3 4 15/5. مسؤول المديريه الاستاذ احمد مصطفى اللي كان هنا حضرتك من شويه متغدي معانا، جه قاس المسجد وقال قياسته للمسجد يعني المسجد خلص. ايه اللي لازمه بعد القياسه؟ الفرشه. جه عمل لنا 400 متر، دور اول دور ثاني مأذنه. هذا الصرح صرح عظيم، الناس بتحسدنا عليه. البلاد المجاوره مولانا في اماكن بقالهم سنين وحتى الان بيطلبوا تبرعات للمساجد. بيطلبوا يعني من اكبر المساجد اللي لقيناها بسرعه خلصت. بامانه احنا فخورين. انا اول ما بدات هذا الامر من 2022 ببدايته، ولما رحت المديريه وطلبت ما بقيتش انام. طب ازاي ده هينبني؟ ده عايز ملايين. بفضل الله انا محمد معاك اهو، انا فايض معايا مبالغ من بناء المسجد ما شاء الله متوفره. الناس تعرف ان انا عليا ديون، بس بفضل الله ربنا سدد. ما شاء الله. بمضي على حديد وبمضي على اسمنت وبمضي بقلب جامد. بنمل بالمغرب ما معيش ولا جنيه وما عندناش عماله الصبح، بصبح الاقي الخير موجود. فجر التليفون قالوا جالك فلوس من السعوديه، قالوا ما شاء الله. والله بامان. اللي واقف قدام يابا الحاج ابويا بعدهم. ابوه فين؟ في السعوديه. واحد في السعوديه اول ما بنينا خلص بعت 30 الف طوبه، ما شاء الله، 24,000 جنيه اداهم له وانا راجع في السرير. كنت تعبان شويه في دي رساله جميله للناس اللي هي تقول لهم تاجر مع ربنا تكسب. الله يرضى عليك. تاجر مع ربنا تكسب. واحد تاني برضه سعودي زميل ابن انا، فوجئت انه بعت لنا 500. انا عايز اقول لك ان انا حاسس بيك. حاسس بيا؟
انا حاسس بيك من جوه. بس انا حاسس بفرحه النهارده. انت فرحان وعينيك وحاطين عينيك الفرح. بتقول كلام تاني. اكيد اكيد. لا بجد بامانه. بامانه بامانه والله الفرحه اللي جواك وعينيك اللي بتدمع دي الحمد لله. حساني يعني انا حاسس بطريقه تاني خالص، بحاجه جميله جدا جوايا يعني، كان حاجه روحانيه حلوه كده. استاذنا حضرتك كان حمل تقيل آه. ومسؤوليه كبيره. ازاي انا امضي في وزاره الاوقاف على ان انا حبل مسجد وانا ما معيش. يرجع الفضل لله اولا، ثم امام المسجد اللي سابنا وشا الشيخ محمد علي بالفوكه الجبليه. ما شاء الله. هو اللي بدا هذا الامر. قال لي يا حاج محمد في وضع كذا كذا، عندك استعداد؟ قلت له قوي. قال هتروح المديريه تعمل 1 2 3. مضيت محليات ساعدتنا. استاذ ايمن رئيس ايمن عبد السلام رئيس القريه بامانه قال لي كلمه عمري ما هنساها وبقولها له ولسه قايلها له قبل ما ماشي. قال لي يا حاج محمد انت متخيل ان انا اقف ضد مسجد؟ يعني انا اشتغلنا واشتغلنا بلوي الدراع، يعني ايه كاتش الورق يخلص كنا بنشتغله. الاوقاف مشكوره، هم استلموا المسجد. مش عايز اقول كلام يزعلهم، هم استلموا المسجد في بدايه الامر. وفاجئ ان هم باعتين جواب للمحليات، يا محليات الناس بتبني من غير ترخيص. ايه عرف الاوقاف ان احنا بنبني من غير ترخيص؟ جواب عنده، لو عايز حضرتك اشوف اجيب لك الورق ما يثبت كلامي. بعد شويه قلنا لهم يا ناس عايزين بلاط، في ناس بتتضرع ببلاط للحمامات، امضوا لنا على الورق. قال لك لا ممنوع، عندنا تعليمات ما تمضوش لان الناس دي بتاخد ضرائب. ده في الاوقاف؟ الناس دي بيشيلوا عنهم الضرائب لما مثلا شركه زي شركه الراجل المحترم النائب يا رب فكرني محمد ابو العنين. انا رحت خير حاجه فظيعه. انا جايب سيراميك للحمامات حضرتك لو شفته اي حد هنا يعجز عنه من عند ابو العنين اللي هو نائب الشعب. رحت له القاهره الجيزه والراجل صرف لي ببذخ ما شاء الله. يعني انا كنت اركب المواصله الاقي اللي بيعزم عليا. مشاركه بقى ولا برضو ولا دفعته ثمن؟ لا مشاركه، انا ما بدفعش غير يعني نائب محمد ابو العنين ما شاء الله بجوار ربنا يجعله في ميزان حسناته قسم شرطه الجيزه. ربنا يجعله في ميزان رحت انا هناك، الراجل مش مولود عنده ما شاء الله حسن استقبال والناس. والسيراميك هنا من طنطا، بخلص ورق في القاهره وجيت بالسلام. حتى الشاب المحترم صبري سعد جداد انا بذكر اسمه، الراجل ده عنده عربيه دايهاتسو كبيره، بعت سواق بالعربيه طنطا على ما جيت من القاهره كانت العربيه قابلتني في طنطا. ما شاء الله. مشوار اللي كنت بروحه في يومين كنت بروحه في يوم واحد ما شاء الله بفضل الله. والله كنت اروح القاهره ربنا بقى هروح النهارده وارجع اروح بكره. كنت بقضي المشوارين في مشوار واحد، اروح القاهره واجي على طنطا، اروح القاهره واجي على طنطا. يجوني اخر النهار يقولني جايب البلاط وبحر. يا بني كانت صافيه لله خالص، والله صافيه كانت صافيه لله خالص، عشان كده ربنا سهلها. الحمد لله الحمد لله. وبشكر حاج بسيون اخويا ده الكبير ما بينامش. طبعا جوز اخت الحاج سعود ربنا يشفيه. هم دول الحاج بسيوني في اللقاء عينيه دمعت، ما هو زي والراجل كان فرحان فرحه. قلبنا ضعيف قلبنا ضعيف. ده بالعكس ده قلبه جامد بالايمان. الناس دول في بدايه الامر بامانه انا ما حضرتش هدم المسجد. اخر يوم صليتها في المسجد صليت، وثاني يوم هدموا المسجد وانا في السرير والناس دي شافتني. ما رحتش الجامعه غير في صبة الدور الاولاني. تخيل بقى المسجد انهد والاساس انشال والبتاع الارضيه اترمت والحيطان انبنت وانا راجع في السرير. دول كان التليفون معايا في كل دقيقه. هذا كنت تعبان؟ الحمد لله الحمد لله، فضل من الله. ده كرم من ربنا، ده كرم ورضا من ربنا عليا. وهم اللي شالوني الحاج بسيون والحاج سعود، ما شاء الله. هم حلوا محلي. واللي الان يعني انا بروح بقول له اعمل كذا، اقول لهم لا اسمع لا ارى لا اتكلم. هم اللي بيقولوا كل حاجه حلوه. مسجدنا دلوقتي ما نقصوش شيء نهائي. عملنا المشايات وعملنا القعده اللي الناس الكبار السن يقعدوا عليها، وعملنا لا مؤاخذه جزمات عملها بالبتاع الرخام. يعني كل حاجه كبيره. حلفيات راكب لها خراطيم في الحمامات كمان. لو الواحد كبير السن وعايز يقوم بيلاقي حاجه يمسك فيها يقوم عليها. ما شاء الله. في كل الحمامات في حمام فرنجي، في كام حوض. الدور الثاني فيه دوره مياه 3 حمامات بميضه بجوز احواض. الكبير اللي عايز يتوضى بيتوضى بفضل الله. جميعنا 10 ما ينقصوش غير ان احنا نحافظوا على هذا الصرح. بأناشد اهل بلدي واهل منطقتي والشباب الصغير، علموا اولادكم القران، علموا اولادكم القران. هو القران هو الحياه، القران هو الحياه. جامع جميل بس احنا نحافظوا عليه.
لان الجامع ده مش بتاعي ولا بتاع الجيل اللي احنا عايشين فيه. ده جامع يعيش اجيال الاجيال. حضرتك لو بصيت المأذنه جبالنا اهي، أيوة. دي بتجيده منطقه سيدي سالم كلها. ده حاجه جميله والله بامانه ربنا انا بشوفه انا على الطريق الجيران حوالينا بجميع القرى بيحسدونا. انا معايا زميلي الشيخ محمد عادل جداده، نعم. فهو احنا ماشيين كده على الطريق يقول لي شوف، ماشيين بالعربيه، شوف الجامع، شوف المنظر الجميل، حاجه تفرح. الجامع احنا شايفينه واحنا على الطريق، أيوة. واحنا جايين من اول سالم دي عنوان دايما العملة. على طول هو قاعد في العربيه يقول لي شوف انا فرحان. ايه يا محمد؟ يقول لي شوف المنظر جميل ازاي. مش اهل فعلا. المنطقه سيادتك اللي ساعدونا، بس انا رحت المسجد الكبير لما كانت الدنيا ضيقه معانا شويه، قلت لهم يا ناس احنا وضعنا 1 2 3 في دقيقه وانا قاعد على المصلي على الكنبه ورا، وعملت قاعد ببص لقيت في حجري 7000 جنيه مسلمين في الجامع. ثاني جمعه نفس الكلام. اللي عرف ان انا المسؤول الستات الحريم كانوا بيجوا لي البيت والله، ودخلوا عليا وانا نايم في السرير، خد يا ابو الحاج ده من الجامع، خد يا ابو الحاج 1000. عمل خالص لربنا. الناس جايه العمل فرحانة. خالص. ما حدش راح لهم، هم اللي جايين بارادتهم. ليه؟ عارف ان ده هو اللي باجي له. يعني حضرتكم ما حدش عامل صندوق ووقف على الطريق، لا 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 استحاله. اسال. ولا حد جاب توك توك لا، وعربيه ولا ومسك نادى، لا. الميكروفون والله ونادى ما في نادى. الشوارع. والله ما نادى ولا نادينا. انا اتكلمت انا بنفسي في الجامع الكبير، قلت لهم يا حضرات ساعدونا، لان احنا الراجل اللي كان جاي يساعدنا بنى الدور انت الاولاني. عارف انا بقول لحضرتك كده ليه؟ تأمرني. بشوفها على طول في الجوامع، جوامع بقالها سنين وناس حاطين صندوق وعند المصبات وعند المطبات عشان يوقف وتكاتك ماشيه وتنادي. لا لا ما حصلش. الجامع ما حصلش. الجامع ده اتبنى اللي كان معاكم وموصل صوتكم لاذان الناس والمسلمين قلبهم ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله بفضل لان احنا. انتوا كنتوا كان عملكم خالص بتقولوا يا إحنا رب بجد. كنا فرحانين، كنا فرحانين وتعبانين بس مش حاسين بالتعب. يعني النهارده احنا صحينا ما عادش في حد فينا تعبان ولا زهقان ولا بس. يعني ماشي كده يا هشام كده غلط. ماشي معلش. حضرتك كل التعب راح. النهارده فرح كبير، فرح كبير. انا كان جوايا حزن من سنه فاتت، حزن والناس ده تعرف سبب الحزن ايه، بس انا بعتبره يوم فرح النهارده، يوم فرح بس. انت تقولي لاهل بقى قريتك، وتقولي للمسؤولين، وتقولي ايه لو رحت المسؤول وكان مقصر، وتقول ايه اللي رحت المسؤول وسهل لك الامور. هقول لكل مسؤول قاعد على كرسي ان الكرسي اللي انت قاعد عليه مش هيدوم. انا كنت مسؤول في وزاره التربيه والتعليم. بعد ما خلصت مرحلتي ما جيتش مسؤول، الكرسي سبته ومشيت. اللي باقي العمل الصالح، باقي محبه الناس. انا لما اطلع معاش واكون مسؤول في وزاره او اداره او مديريه او محافظه، وبعد ما اطلع معاش الاقي الناس بتضيع وشها من يمي، ده اكبر اساءه ليا. لما اطلع معاش والاقي يا حاج محمد يا فلان يا حبيب قلبي ويسلم عليا ويتصل عليا، دي الثروه اللي انا طلعت بيها من شغلي. العمل ماشي بينا، ماشي من غيرنا ماشي، الكراسي قاعده واحنا اللي ماشيين. بقول لكل مسؤول يلي في ايديك تيسير امور الناس، لا تبخل على نفسك الاول برضا ربنا عليك وعلى مصالح الناس. اسعى في مصالح الناس، ده هو ده اللي هيفضل لك. بقول لاهل بلدي، يا اهل بلدي يا ريت كل يوم نبني مسجد، وانا عندي استعداد بسجل معاك اي حد يطلبني، لان انا عرفت الطرق وعرفت اروح فين واجي منين ودي بتنقضي ازاي وبتنقضي. اي حد في عجله في عشماوي في مركز سيدي سالم يطلبني محافظه كفر الشيخ، اي حد في اي مكان انا تحت امره واذنه بالليل قبل النهار. انا راجل على المعاش وفاضي. ربنا يديك الصحه. الحمد لله الحمد لله. بناشد اطفالنا الصغيرين يا اولاد حافظوا على الجامعه، لانه ده بتاعكم مش بتاعنا احنا. بناشد اولياء الامور، يا ناس اللي عنده ابن يعلموا القران، يا ناس حافظوا على هذا المسجد. وانا عن نفسي من اللحظه اللي انا معاك فيها دي انا خدام للمسجد، عندي استعداد اروح امسح الحمامات لان انا تعبنا فيه. كل طوبه في المسجد عليها حبه عرق، كل حبه رمل عليها حبه عرق. ما فيش حاجه انبنت كده، كل محاره كل بلاطه عليها عرق. احنا شاركنا في هذا العمل اكثر من 500 عامل في جميع المهن، من بدايه لحد السيراميك لحد المأذنه دي عاملها لنا ناس من خارج المحافظه من البحيره. جم قعدوا هنا 3 دفعات، واحد بيبني واحد بيغفق واحد بيحط اللمسات الاخيره. قعدوا هنا اقامه كامله عند اخوي في رمضان، كانوا يفطروا ويسحروا فجر تلاقوهم على المأذنه. انا بقيت اقعد ابص على المأذنه وارتعش، ازاي ده واقف كده، ازاي ده بيهدى هذا العمل، وبرضه مبسوط ورايق. وكل الناس كانوا بيتصارعوا، انا هفطرهم النهارده انا هصحرهم بكره ان شاء الله. الناس حوالينا والله كانوا بيتعاركوا والناس زعلوا مننا. طب نعمله دور، نكتبه كشف وكل واحد عليه دور يكمل معاه.
بامانه 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 الناس كانت بتتصارع. وبقول لكل واحد قصر في حق نفسه اولا، حق نفسه اولا، حضرتك فاهمني؟ حق نفسه أولا. نفسه ازاي يعني؟ ما ساعدش بكلمه، ما ساعدش حتى سلام عليكم. في بعض انت الاشخاص، في ناس تتساعد لو مش معكش فلوس، معكش اي حاجه، اقف شيل طوب. ما انا بقول لك كان في اشخاص كانوا بيعدي علينا واحنا شغالين في المسجد يدار وشه. طب قول لنا سلام عليكم، قول الله يقويكم، قول اي حاجه، قول لا اله الا الله، مكبر دماغه. في غيره زي ما قلت لك المثال بتاع الحريم اللي باعت كذا واللي جابت اكل واللي كده. ده دول الناس اللي باقيين. ده الباقي. الرسول عليه الصلاه والسلام لما زوجته ما اعرفش، معلش سامحني ان انا بخوض في حاجات ماليش فيه، ذبحت شاه وقالت له انا وزعتها كلها يا رسول الله وباقي كتفها. قال لا ده هي بقيت كلها وذهب كتفها. اللي انت سبتيه لنا ده هو اللي راح، اما اللي انت طلعتيه كله من الشاه فهو ده اللي باقي لنا. باقي لنا ايه؟ ما باقيناش غير العمل الصالح والذكر الطيبه، والناس تثني علينا خيرا في بعد ما ماتنا مش في حياتنا. انا الحاجه الوحيده اللي بتزعلني ان واحد يقول لي الله يرضى عليك. لا مش عايز يقولها لي، انا بعملها خاصه لله. انا بعملها خاصه لله. مش عايز واحد يقول لي شكرا، لا ده انا عايز اقول له انت كتر خيرك، ما تقولوش شكرا. انا مش عايز حد يقول لي شكرا، وازعل قوي لما حد يقول لي يا حاج محمد. انا عايز يقول لي يا محمد حاف كده. انا مش حاجه عشان الناس تقول لي يا حاج محمد، ولا كنت مدرس ولا مدير اداره ولا الكلام ده عشان الناس تقول لي يا استاذ. ده انا عايز الناس تناديني باسمي العادي. هذا ما بقولوش رياء، ده احتراما. هذا ما بقولوش انا لما رياء. بلاقي الراجل اللي قدامي شخصيه محترمه وشخصيه لها اعباء كتيره وشخصيه خدومه، الاحترام الوقار. حاج محمد، استاذ محمد، ده احترام. انا سمحت حضرتك. أي. انا مشيت. أي. وبسعى في موضوع الصرف الصحي نقلبه. امال بسعى في موضوع الصرف الصحي من 3 سنوات او 4 سنوات، وعندي الجرايد. لو تسمح لي تديني دقيقه واحده في المكتبه فرح منها. في مسجد عجلة الجبلية مع الحاج بسيوني ابو سعد من سكان البيوت المجاورة للمسجد، الراجل اللي سعى ياما، الراجل اللي كان شايل حمل بناية الجامع على كتافه. تقول ايه النهارده واحنا بنفتتح الصرح الديني ده؟ انا بشكر جميع السادة الموجودين والناس اللي اتبرعت، اذا كان من داخل مصر او من خارجها. بشكر جميع من تبرع. انا شايف الدموع بتجري في عينك النهارده عشان نعرف نتمالك بس نفسنا حواليك، لانك انسان طيب القلب. تقول ايه النهارده للدنيا كلها واحنا فرحانين كده معاك؟ انا بشكر جميع السادة الموجودين واهالي عجلة بالخصوص، الناس اللي وقفت معانا كلها بشكرهم جميعا، وتحافظوا على هذا الصرح العظيم. رسالة بنبلغها على لسان الحاج بسيوني، حافظوا على هذا الصرح العظيم بالذكر، بالقرآن، بالصلاة فيه، على نظافة المسجد. حاج بسيوني ده راجل خدم المسجد طيالة عمره. باجي هنا بلاقيه في المسجد في جمعة، في فجر، في عشاء، بلاقيه. شوف الدموع النهارده بتجري من عينه. هو النهارده وهو فرحان النهارده معانا، وبيشكر جميع الجهات اللي شرفتنا النهارده من مشايخ وعلماء الازهر والاوقاف ورجال الوحده المحليه ورجال المدينه. رساله على لسان الحاج بسيوني، حافظوا على المسجد. المساجد فضلها عظيم وفضلها كبير. والف شكر يا عم الحاج بسيوني على شعورك الطيب. شكرا يا استاذ عادل.